بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا، يا صباح النور، يا صباح الضوء الجميل. حبايبي ومتابعين الجمال، وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. حبيت أصبح عليكم وأنزل لكم روتين النهاردة، روتين حلو وقوي، يا رب يعجبكم. روتين كله حب وتفاؤل، وكمان هنعمل لأول مرة أكلة تركية عشان أبسط ولادي. بس حصل شوية دروبات كده وأنا بصور، هقولكوا عليها إن شاء الله. وشوية حاجات كده زعلوني من ولادي، إن شاء الله هندردش مع بعض في الفيديو، هقولكوا على كل حاجة. بس يلا، اهم حاجه تعملي لايك واكسبلور. ما كنتش مشتركه في القناه، انزلي ونوريني واشتركي في القناه، وكمان ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل السلام. اول حاجه، انا الولاد مشوا المدرسه وما بقعدش الا انا وتقى الكبيره اللي في ثالثه اعدادي، فكان اول حاجه انا بعملها اول ما اصحى لازم افتح يا بنات كل البيت، كل الشبابيك صراحه، ما عدا اوضه النوم. لو حد نام في الاوضه ما بفتحهاش، بس لو ما حدش نام بفتح. اهم حاجه حتى لو مش هروق البيت دلوقتي، بس اهم حاجه ان انا افتح وهوي البيت، لان احنا من كلامنا وشخطنا ونطرنا ومذاكرتنا وسويتنا طول اليوم فالبيت معبي طاقه سلبيه. انا افتح بقى، اخرج الطاقه السلبيه لبره، وادخل البيت بقى ايه، طاقه ايجابيه تدخل كده تطور البيت وتهدي ايه الدنيا في البيت كده. فاحنا يا بنات حتى الكلام، مجرد الكلام بس في البيت بيدخل البيت طاقه سلبيه. فاول حاجه لازم تعمليها انك تهوي البيت كله، لان الطاقه السلبيه اللي موجوده ومخزونه من بالليل كلها تخرج بقى، وتدخلينا بقى طاقه ايجابيه كده، علشان كلنا نلاقينا ايه هاديين كده، الاولاد يكونوا مركزين وهاديين. فانا كده فتحت كل الريسبشن، لان الدنيا طبعا انتوا عارفين الجو برد، والدنيا كده بتبقى في يعني الكتمه بتاعت البيت دي. فانا فتحت كله كده، وبصراحه ما حبيتش انور لكم النور عشان كده ايه تشوفوا الدنيا، الضوء بتاع ربنا معايا كده على الصبح. تمام تمام. تعالوا بقى، عشان احنا النهارده باذن الله مع بعض هنعمل شويه وصفه تركيه كده، هقول لكم عليها واقول لكم ايه اللي حصل لي وانا بصور في الوصفه. بصراحه هي تحفه، هنجربها مع بعض. تعالوا بقى اما اقول لكم. هنا يا بنات انا جبت نص كيلو لحمه مفرومه، اي لحمه مفرومه، بلدي مش غير بلدي اللي انت عايزه. هنعمل النهارده الوصفه التركيه دي، انا شفتها صراحه من ست مصريه متجوزه في تركيا، وكانت نزلتها على القناه بتاعتها وعجبتني جدا يا بنات، وصحيه جدا جدا جدا. نص كيلو لحمه، جبت حوالي بصلتين كبار قوي، مش هنعمهم يعني، عادي هتضربهم ضرب ناعم جدا جدا. وحطيت كمان معاهم، هي ما كانتش حاطه فلفل حراق، انا حطيت قرن فلفل حراق. دي تجربتي معاكم في الوصفه وعجبتني جدا، وهقول لكم بس انا ايه زودت عليها تريكات مصريه شويه. يبقى انت هتضربي بصلتين جامدين قوي في الكبه زي الكفته العاديه عامه، بس الكفته العاديه بنفصل الميه عن البصل، لا الكفته دي انت هتحطيها البصل بتاعه ده بميتها. وزودت قرن فلفل حراق عشان بتدي طعم جميل للكفته، وهتمسكيها كده ايه، تعصجيها في ايديكي كده يعني ايه لحد ما تعمل شعيرات كده. ايه بقى اللي بنضيفه بعد كده؟ هنجيب بيضه كامله يا بنات تنزلوها على اللحمه. تمام. وهنقعد برضو نمسك الخلطه بتاعتنا كده باللحمه بالبيضه، تعجنيها كده في بعضها يا بنات. امتى تعرفي بقى ان اللحمه بتاعتك عملت معاكي كده؟ لما تحسي فيه شعيرات وانتي طالعه من اللحمه ببعضها. تمام. الشعيرات ديت بتدل ان اللحمه بتاعتك تماسكت في بعضها يا بنات. تمام. بعد كده هندخل على البهارات بتاعتنا. طبعا في هي ايه ما زودتش البهارات، بس انا كمصريه يعني حاطه التكات بتاعتي. انا بحب دايما المرقه صراحه في الكفته، بتدي طعم جميل جدا جدا جدا، خاصة لو انتي طبعا عاملة مش لحمة بلدي، اي لحمة تانية، فبتزودي البهارات شوية. تمام. لو لحمة بلدي قللي البهارات علشان تظهر طعم اللحمة بتاعتك. تمام. انا حطيت واحدة مرقة يا بنات، وهحط هنا السبع بهارات، سبع بهارات بتاعتي الخاصة بيا. انت بقى عندك السبع بهارات بتاعتك، كل واحدة السبع بهارات ديت اختياري بقى حسب كل واحدة بتعملها. وعندي معلقة كزبرة يا بنات، وشعرة كده من الكمون. تمام. وعندي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، دي بقى سبع بهارات. واحط كمان يا بنات توم باودر، بصل باودر، احط جنزبيل، ودي مرقه برضو فوريه، حطيت برضو معلقه صغيره. انا كده الكفته عندي لازم اظبطها كده، الموضوع يرجع لك انت يعني. وحطيت الجنزبيل، وحطيت قرفه، دي اللي معايا ده دلوقتي جنزبيل. بصي، طرف بسيط يعني، شعره بسيطه كده من الايه، من المعلقه. طبعا انا بقعد عماله اجيب من المطبخ، والحاجه ام اياد بس الحمد لله طلعت مستوره. انت عارفين يا بنات ان انا منتقبه، فالحمد لله على قد ما اقدر يعني ايه. ساعات للاسف انا بصور بتعرض موضوع ان انا بظهر وكده، فبضطر اشيلها احط ايموج وكده. يلا الحمد لله.
وهنا يا بنات بهارات كفته حطيت معلقه برضو. تمام. هنا بقى نحط اخر حاجه يا بنات، حطيت 3 معالق من البقسماط. ليه بقى؟ لان احنا حاطين البصل بتاعته بميته، فلازم نحط بقسماط يمتص الميه دي. حط ايه كمان يا ام اياد؟ اللي هي ما حطتهاش، يعني هي ما حطتش، كانت حاطه حاجه بدل البقسماط، كانت حاطه خلطه كده بدل البقسماط. هي قالت لو مش عندك الخلطه دي حطي بقسماط. وحطيت الحاجه اللي عندي اللي هي معلقه صغيره يا بنات من البيكنج باودر او كيك شيف، دي طبعا عشان تخلي الكفته معاكي هشه مش مكتومه. تمام. جابت كمان شويه دقيق في صينيه. انا بعمل لكم زي الخلطه اللي انا، هي بس الزياده اللي انا زودتها البيكنج باودر، وزودت كمان اللي هو ايه، البهارات بتاعتي مختلفه عن البهارات، هي كانت مليانه بهارات خالص. تمام. هتجيبي بقى ربع كيلو دقيق وحطيته في الصينيه كده، وهتمسكيها تكوريها يا بنات. وانا بكور بقى يعني ما حدش بيصور خيبته، فانا هقول لكم انا صورت خيبتي. يعني انا صراحه كنت ممكن احذف المقطع ده واشتغل فيه عادي، بس انا بصور يا بنات عشان متعودين ان احنا كفته اللحمه ما بنحطش فيها رز. فطبعا الوصفه الغريبه بتاعتنا النهارده ان المفروض ان انا هحط رز في الكفته. فبعد ما عملت لي كام كفتايه كده افتكرت ان انا ما حطيتش كوبايه الرز. هي كانت عامله ربع كيلو لحمه وانا عامله نص كيلو لحمه، فهي كانت حاطه على ربع كيلو نص كوبايه من الرز. رز يا بنات متكسر كده بيشتروه، بس انا عشان انا عندي رز جديد فهو كان متكسر اصلا مش محتاج يتكسر يعني. تمام. فانا لما غسلت مج وحطيته عشان انا عامله نص كيلو، فهنغسل مج كامل يا بنات زي ما انا غاسله كده، وننزله فين على اللحم. انا كنت ناسيه خالص لان انا مش متعوده يعني احنا عارفين كفته الرز حاجه وكفته اللحم حاجه. فانا ايه افتكرت على اخر لحظه بعد ما عملت 3 4 كور، بس حبيت اوريكم بس الايه اللي حصل لي. ولسه في حاجه تانية حصلت كمان. بصوا هو الوصفه جديده بس والله بجد بجد يا بنات تحفه تحفه جميله جدا، عجبتني جدا جدا. والطعم والريحه كانت موديه لاخر الشارع بصراحه. فانا بقى حطيت يا بنات، لو انت عامله نص كيلو حطي مج، لو انت عامله ربع كيلو لحمه لو عايزه يعني تجربيها جربيها في ربع كيلو لحمه عشان لو مش عجبتك يعني. وحطي عليها نص كوبايه او نص مج من الرز. الرز المتكسر العادي يا بنات، لو هو حبه كامله يعني حاولي فيه. بصوا شفت بقايا اللي بيبقى باقي من الرز كده لما بتنخليه، او اشتريه من عند البقاله عاده بيتباع اللي هو الرز المكسر بتاع الكفته ده. هو عامه لما تستوي مش هتحسي بطعم الرز فيها. بجد بجد والله هي قالت كده، وفعلا لما سويتها لقيت فعلا كفتة الرز مش ظاهر فيها خالص بجد. مع اني حاطه مج كوبايه كبيره يعني 200 جرام. هتمسكيها بقى في الدقيق بتاعك كده وايه تعمليها تكوريها بنفس الحجم، انت بقى ايدك ميزان بقى. انا بص يا بنات عملتها كلها حجم واحد ومسكتها بقى عايزه اعفرها، يعني احنا مش عايزين نخليها كلها دقيق، لا انت عفريها علشان ما تلزقش في بعضها. الخطوه اللي بنعملها في الصينيه دي المفروض ان انت هتعمليها على طول قبل ما تسويها على طول عشان الكفته ما تلزقش في بعضها. حتى وانا بعملها حاولت اعفرها جامد عشان ما تلزقش خالص، لان انا مش هعملها دلوقتي مش هسويها دلوقتي. انا هركنها يعني شويه في التلاجة بنات تشمع زي ما بيقولوا. بس اهم حاجه ما يكونش الدقيق كميه كبيره عليها لان انا نفضها كده كده من الدقيق وانا بسويها. بس حاولت على قد ما اقدر اخليها كلها دقيق علشان ما تلزقش في بعضها، لان انا هركنها. لو انت مش هتركنيها هتشتغلي فيها على طول. تعالوا بقى ندخل على المطبخ بتاعنا. انا دايما بحب لو في وصفه هتركن بعملها وبركنها وابتدي اشتغل في المطبخ. تمام. عشان انا اكون يعني كسبت وقت، يعني بعمل الكفته بتاعتي اسيبها تتظبط كده وادخل في الوصفه بتاعتي على طول. طبعا بالليل الموجه اللي انتوا شايفينها ده انا متعوده ان انا اغسل مواعين واشطب المطبخ قبل ما بصحى. بس للاسف جالي تليفون من المس بتاعت ولادي، قالت لي يا ام اياد الولاد مستواهم هم كانوا بقالهم شهر، يعني ابني الكبير اللي في سنه رابعه في خمسه وبنتي في سنه رابعه. قالت لي يا ام اياد الولاد مستواهم نازل في الانجليزي. فطبعا انا كنت اول بالهم شهر مع مس مش عجبني الوضع عنده، فرحت وديتهم لمس تاني. هم عامه ولادي كانوا بياخدوا درس خاص في البيت، يعني كنت بجيب لهم مدرسين لان كان اخوهم اللي نزل اعدادي كان معاهم. وقبل كمان ما اختهم برضو لما كانت معاهم كانوا الاربعه ما شاء الله، كنت بجيب لهم مدرس مواد عربيه ومدرس انجليزي في البيت. لانهم كانوا بيحصلوا يعني مثلا احنا في اماكن كده كانوا بيروحوا بدروس بره وكده كان بيحصل مشاكل مع الولاد مع مش عارف ايه في الشارع في اي حد، وانا ما بطلعهمش وما بخليهمش يختلطوا بحد. فانا دي اول مره طبعا انا نزل تقف تالتة اعدادي واياد في اولى اعدادي، فكده ما عنديش الا الاتنين في الابتدائي. فقلت لهم خدوا بقى دروس بره بدل ما اجيب لكم مس بره، لان المدرس كان بيديهم سافر بره صراحه. والمدرس بتاع الانجليزي اللي كان بيديهم السنه اللي فاتت مش عاجبني. فقلت لهم بقى حاولوا تاخدوا مع المدرسين بتوع المدرسه اللي هم بيدوكوا عامه يعني اللي اصحابكم بياخدوا عندهم. وديتهم مدرسه انجليزي ما عجبنيش الوضع، هي تاسيس عامه. بس انا وديتهم المره دي ما عجبنيش وقت فبدأتهم مع الابله اللي هي ميس تانية يعني. فاتصلت عليا قالت لي اياد ومحمود مستواهم نازل جدا وفي الحفظ مفيش.
طبعا يا بنات انا بتابعهم من بعيد لبعيد للاسف، يعني مع اني مدرسه وكده يعني كنت، بس يعني بصوا يعني انا بتابعهم، بس المدرسين كانوا بيجوا لهم في البيت كانوا بيقولوا لي مش تحل لهم، هم هيحلوا لوحدهم، هم هيذاكروا لوحدهم، احنا عايزين النظام ده. ده النظام اللي انت تتابعيهم تقولوا لهم تذاكروا، شوفوهم بيذاكروا ولا ما بيذاكروش، لكن تذاكروا لهم لا. يسالوكوا في اي حاجه تمام، حتى معاهم كنت بسمع لهم الانجليزي وبسمع لهم العربي وبسمع لهم كل حاجه. المدرسين اللي كانوا بيجوا لهم البيت منعوا ان انا اعمل لهم كده، قالوا هم يسمعوا ويعتمدوا على نفسهم، انتي بشتريهم من بعيد لبعيد. فتعودت على كده خلاص، بقى لي سنه او سنتين ما كنتش بعمل كده، كنت دايما بسمع لهم كل حاجه واقعد معاهم وكده. فالمهم مسكتهم بقى، كنت دايما اخلص المطبخ واقعد عليه، قعدت بقى سبت المطبخ وكل حاجه، وقعدت ليهم بقى يا بنات. بصوا والله العظيم، هو صراحه الانجليزي ما اعرفش ايه اللي حصل له، هو اتشقلب حالي ولا ايه. طبعا والله كلمات صعبه، خاصه سنه رابعه يا بنات كلماتها صعبه جدا جدا. طبعا انا بنتي في ثالثه اعدادي برضو، انا خريجه جامعه وكل حاجه ومعايا ليسانس وكل حاجه، بس انتوا عارفين في حاجات بتقع مننا كده. بس قعدت اذاكر لهم، قسمنا ان كل واحده تاخد واحد، بس للاسف هي رمت لي الاثنين. قعدت بيهم بس صراحه الحمد لله، يعني قعدت بصي، حتى جوزي عرف الموضوع وشدنا مع بعض، قال لي لازم تقعدي الولاد كويس. فانا قلت بلاها بقى يا جماعه، ولا مواعين ولا مطبخ، نقعد نشوف العيال. صراحه الحمد لله لما لقيت انا انا واثقه انهم مستواهم كويس، بس هم عايزين متابعه، ولخبطوا المدرسين ان هم اول مره ياخدوا بره، من زمان من بقالهم 3 4 سنين ما خدوش بره، فده كان مأثر عليهم ومديهم مش مركزين. هم مستواهم كويس، بس صراحه يا بنات تعبيني جدا في المذاكره، يا ولاد ذاكروا وما بيذاكروش، يا ولاد ادخلوا ذاكروا وما بيذاكروش. بعاقب بتبعد يعني اشيل منهم المصروف بتاع الاسبوع، ما خرجهمش اخر الاسبوع، ما طلعهمش. يعني دي تعاقب حاجات كتير علشان اخليهم يشدوا حيلهم، يعني يذاكروا، فاهمين؟ انا عايزاهم يذاكروا ويبقوا متفوقين. فهي ديت الحاجه اللي كنت عايزه احكي لكم عليها. ربنا يعينهم يا رب، ويعين كل الولاد، ويهديهم ويهدينا ليهم، ويهديهم اهم حاجه للمذاكره. اولادي ولادكم يا رب كده يهديهم للمذاكره، لان عارفين المناهج اتغيرت، والتقييمات والحاجات اللي بينزلوها دي برضو حاجات كبيره قوي. وخاصة برضو عايزة اقول لكم على ابني محمود، ابني يعني كان له ظروف وما راحش المدرسة السنة اللي فاتت، هبقى احكي لها عليكم ان شاء الله. بس تعالوا بقى شوفوا ايه الكارثة بتاعتنا بقى. احنا شطبنا المطبخ بتاعنا، والله يا بنات والله عليا عليكم حلفان، انا صورت الوصفة والطبخة ما لقيتش الفيديو، يعني أنا كنت مشغلة انا طبخت الوصفة ازاي قسما بعزة الله يا بنات، انا ما عارفة الفيديو راح فين. تعالوا اقول لكم انا عملت ايه. يعني كده كده عملت معاكم رز بسمتي قبل كده، ورز ابيض والحاجات دي، بس تعالوا اقول لكم انا سويت الكفتة ازاي. والله العظيم يا بنات ما لقيت الفيديو، بس حبيت عشان هي الوصفه عجبتني جدا، واهم حاجه الطريقه الاولى اللي هو اللقطه الاولى اللي هو انا قلت لكم نعملها ازاي، وعجنتها احطها في التلاجة. هي بس طريقه التسويه اللي هقول لكم عليها. احنا هنحط معلقتين سمنه على معلقتين زيت في صينيه في حله، وهتحطي حبيبه قلبي بصله متقطعه، هي عملت كده، وجابت بسله وبطاطس وجزر يكونوا عندك، شوحتهم في البصله كويس، شوحتهم كويس خالص. بعد كده هتنزلي بميه سخنه، او تحطي شوربه لو عندك، يا ميه سخنه يا شوربه، تمام. وتحطوا البهارات بتاعتك. بعد كده هتجيبي الكفته بتاعتك اللي في التلاجة اللي احنا عملناها مع بعض وتنزليها تستوي يا بنات. بس اهم حاجه يا بنات ما تسويش خضار جامد، سوي الخضار بس غلوه واحده وانزلي بالكفته، لان الكفته عبات ما تستوي لو الخضار مستوي الخضار هيتهري. لا، سوي الخضار يعني حوالي 20%، وانزلي بالكفته بتاعتك وهتستوي تهدوا النار. اقسم بالله العظيم يا بنات هتاكلوا اكل. اهم حاجه لو نزلت الميه نزليها سخنه على الخضار وعلى الكفته. بجد بجد يا بنات شوفوا بص هو الطبق بيتكلم عن نفسه، صحية جدا جدا لبتوع الدايت، وصحية للناس كبار السن، وجميلة وخفيفة جدا للأطفال. بجد عجبتني جدا جدا، وعجبت الولاد جدا جدا، ورغم ان كانوش بياكلوا الكفتة الرز او اي نوع كفتة بيتحط في صلصة او شوربة، كلوها وعجبتهم جدا والله عظيم يا بنات. هي بس الفيديو كنت مصوراه وللاسف مش لقيته كده، شوفوا ما شاء الله. وطبخت رز بسمتي قبل كده معاكم، لان انا عملت نوعين رز، اللي حابب ياكل على ده يحبب، حابب ياكل ده ياكل. فاعفوني معلش والله العظيم كنت مصوره الفيديو وما لقيتوش على التليفون. انا تخيلت ان انا بصور، فجاه ببص في التليفون عشان اعمل امنتج الفيديو، ما لقيتش البتاع دوت الفيديو. بس اهم حاجه الطريقه اللي احنا عملناها الاولى، طريقه عجن عجينه اللحمه نفسها، يعني دي اهم حاجه. التسويه زي ما قلت لكم كنتوا بتسووها عادي بالخضار على النار، بس اهم حاجه تكون كل حاجه سخنه، وما تسويش الخضار الا حوالي 20 30%. تمام تمام.
تعالوا بقى ما اقول لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الطماطم دي يا بنات انا كنت شارياها، كانت الكيلو ب20 او 21 جنيه الكيلو. كنت شاريه كميه معاكم في سوق في فيديو الخضار اللي هو بتاع المره اللي فاتت. بس للاسف الطماطم لقيتها عفنت. اول مره لقيت الطماطم معفنه، انتوا طبعا مش شايفين طبقه العفن، بس لقيت الطماطم ابتدت تبوع وتعفن. ايه المشكله بقى يا مياد؟ والله يا ريت يا جماعه لو عنده حاجه يفيدني فيها. بقالي فترة أكتر من شهرين التلاجة بتاعتي كريازي، بلاقي لوح تلج كامل كبير جوه التلاجة من جوه، في اللي هو ايه، في التلاجة، في اللوح بتاع التلاجة من جوه. وكل أسبوع أكسر اللوح وأغسل التلاجة. طبعا أنا قلت لكم قبل كده عشان نجيب الخضار لازم نجيبه طازة ونجيبه صغير ويكونش متهرمن، ونصبر التروستات بتاعة التلاجة علشان الخضار بتاعنا يصبر معانا 15 يوم. أنا الطماطم دي بالظبط بقالها 10 أيام عندي، والله العظيم بقى لها 10 ايام، يعني الاسبوع ده يعني ايه بقى لها ايه، والله العظيم ما انا انزل لكم الفيديو النهارده. يعني يعتبر يوم الخميس الجاي او يوم السبت او الجمعه الجايه دي هتكون تم، يوم السبت الجاي هتكون الطماطم ديت تمت 15 يوم بالظبط. فانا كنت جايباها، فانا لا، عشان انا قلت لكم دايما اظبطوا التورستات بتاعه التلاجة. بس انا عندي مشكله في التلاجة بتاعتي، انا واثقه يعني، مش هقول لكم مثلا لا ده العيب في الطماطم، لا العيب في لا، انا فعلا في مشكله عندي في التلاجة اللي هي بقول لكم لوح التلج ده. مش عارفه العيب في التورستات ولا العيب في التلاجة. ظبطت التورستات مره على واحد مره على اتنين. يا ريت لو حد فيكم يعرف حاجه او حل المشكله ديت يقول لي في الكومنتات بالله عليكم. لان هي التلاجة حلوة، وهي حلوة كويسة والله، مع انها انا صغيرة وابتدت ما تاخدش حجم الخضار بتاعي يعني. يعني ما شاء الله بيجي خضار يكفينا 15 يوم، هي برضو صغيرة. بس ان شاء الله انا ناوية اغيرها، بس يلا نفسي اجيب واحدة قسط، لان يعني مش في فرصة ان انا اجيب واحدة كاش دلوقتي، فكنت عايزة اجيب واحدة قسط. بس بقى ايه، رب البيت صاحب البيت زي ما بيقولوا ما بيحبش القسط. فان شاء الله ادعوا لي باذن الله، ان انا طبعا هي كتر خيرها بقى لها 16 سنه واستحملتني كتير وانا استحملتها كتير، والحمد لله. يعني انا وهي استحملنا بعض يعني. هي والله العظيم كويسه وكل حاجه، بس ما اعرفش هي لوحه تلج، وفي كمان في مشكله ممكن في الجنط بتاع الباب ده. فاللي يعرف لي ايه سبب التلج ده يقول لي في الكومنتات يا بنات بالله عليكم. وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تعملوا لايكات كتير واكسبلور كتير. وعايزه لايكاتكم الحلوه، وعايزاكم تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وقولوا لي ايه رايكم في النهارده، في وصفه النهارده التركيه الجميله دي، وصفه تركيه من قلب بيت مصري من ام مصريه لاولادها. تمام كده يا بنات بقى. تعالوا ما اقول لكم بقى، انا كده ايه خلصت الطماطم بتاعتي، طلعت كل اللي بس فيها. صراحة كان بقى حوالي 2 كيلو بس اللي موجودين فين، في التلاجة. هي شفتوا حتى شايفينها هي جميلة ازاي، هي بس لقيت طبقة عفن عليها، وكان فيها حوالي بعض البقع كده. انا شاريها معاكم جميلة جدا يا بنات. يعني لحد ما وصلنا للفيديو كده كان عمرها في التلاجة 12 يوم او 12 يوم. انا بقى الطماطم دي جميله جدا يا بنات، انا بخزنها بحالها كده ليه، للمحاشي. يعني دايما انا بحب الطماطم اللي بتبقى في الفريزر اللي بخزنها دي، بحبها للمحشي جدا جدا جدا. لو يعني او الطبيخ عامه يعني. تمام. والله العظيم على الرغم الطماطم بتبقى غاليه او رخيصه، انا مش بحب اخزنها، انا بحب كل حاجه طازه. بس احنا برضو بنبقى مضطرين في غلا الاسعار، لان الخضار بيجي ساعات ملوخيه باميه بصل بيجي في اوقات بيغلى وسعره بيبقى غالي قوي. تمام. انا عملت كيستين ما شاء الله وهحطهم في الفريزر، والباقي بس هسلك بيه لحد يوم الخميس او الجمعه، لحد ان شاء الله ما يوم السبت الجاي باذن الله راح اجيب الخضار. عارفه ان كلكم بتحبوا فيديو الخضار وبتدعموني فيه جامد. ان شاء الله باذن الله كل ما يكون دعمكم اقوى معايا كل ما ان شاء الله هنزل لكم افكار احلى واجمل. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاكسبلور، واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد. وان شاء الله باذن الله مع بعض على طول. السلام عليكم ورحمه الله.